أهلا أهلا، يومكم سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير ومبسوطين. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين أختام الشمع، كل الأشياء اللي راح نستخدمها عشان نسوي أختام شمع لصفحات الجورنال. فخلونا نبدأ التوتوريال خطوة بخطوة. أول شي نحتاجه هي الشموع، وراح نستخدمها بآلة تسخين الشمع. فعندي مجموعة حطيتها بهذا البوكس وزينته من برا، وأكيد حبيت الفكرة ومفكرة أسوي باقي البوكسات عندي بنفس الطريقة أزينها. أما الشيء الثاني اللي نحتاجه هي هذه الوسادة السيليكون، وتيجي طبعا في منها أشكال، في هذا الشكل السادة، وكمان في الشكل اللي يكون بهذه الطريقة تقدرون تستخدمون الشمع فيه تذوبونه، وراح يعطيكم نفس النتيجة اللي بالحواف. ونحتاج ولاعة الشمع الإلكترونية، تقدرون تستبدلونها بأي شيء عندكم، وهذه الأداة علشان نذوب فيها الشمع، وكمان الملقط. وبالنسبة لملاعق إذابة الشمع تجيكم بنوعين، في النوع هذا الأسود مرة حلو، أفضله أكثر من هذا الحديد لأنه أسهل بالتنظيف، وكمان ما يحرق لي حبيبات الشمع ويطلع منها دخان مع الحرارة، فمرة حبيت الأسود أكثر. أهم شيء طبعا آلة تسخين الشمع، في شكلين منها، ممكن يجيكم هذا الشكل اليدوي اللي هو نحط فيه تحت الشمعة، وفي الشكل الثاني هذا الإلكتروني يمكن يسمونه، ما أعرف، بس إنه يعني يتركب بالفيش. مشكلته بس إنه فيشه ثنائي، ولا هو مرة حلو حسيته، وصراحة أحسه كمان أأمن. ومن الأشياء اللي ممكن تفيدنا هي هذه الأداة حقت تطفية الشموع. أما الأشياء الإضافية اللي ممكن نزين فيها هي هذه اللمعة، ممكن نزين فيها الأختام، وإذا ما عندنا ممكن نستخدم الأقلام اللي تكون بلمعة. وأكيد من الأشياء المهمة هي مقبض أختام الشموع، هذه تجيكم بأشكال مختلفة، أنتم تقدرون تختارونها وتشترون الشكل بدون الرأس، وبرضو تقدرون تشترونها مع الرؤوس اللي تجي فيها، فأنتم تختارون الشيء اللي تفضلونه. طبعا كل هذه الأشياء أنا ماخذتها من شي إن. كمان عندي مجموعة حبيبات الشمع، هذه تجيكم بأشكال، في الشكل هذا الدائري بألوانه، هذه ألوانه أكثر شيء فاتحة، يمكن يكون في نفس المجموعة هذه ألوان غامقة، ماني متأكدة، بس حبيت هذه المجموعة ألوان الباستيل، وحبيت اللون البنفسجي كثير. في كمان هذا النوع اللي يجيكم بشكل الورود، برضو حلو، أنا جربتهم كلهم وكلهم يعطون نفس النتيجة، بس يمكن اللي بألوان الباستيل يكون أخف، يعني يكون خفيف وقت الختم، بس المجموعتين الثانية لا، يعني شوية أثقل، وجودتها كمان أحس أحسن. وفي هذه المجموعة اللي بشكل ورود، هذه المجموعة مرة حبيتها أكثر من الثانيين، غير إنه شكلها حلو، كمان الألوان اللي فيها يعني فيها الغوامق وفيها الفواتح، فأحسها مجموعة حلوة ومناسبة. حبيت اللون الرمادي كثير، مع إني ما جربته معاكم بالفيديو، بس حبيت اللون الرمادي بالمجموعة هذه. بالفيديو معاكم راح نسوي تجارب بسيطة على الأختام، وكمان راح نستخدمها بصفحات جورنال، فكونوا معي للأخير عشان تشوفون النتيجة. كمان عندنا رؤوس الشمع، طبعا تجيكم بأشكال مختلفة حسب انتم ايش تختارون الأنواع، في مجموعات كثيرة بشي إن، انتم تختارون الأنواع اللي انتم تبغونها، تجيكم بهذه الطريقة بهذا البوكس. بس أنا ترى حاطة زيادة، يعني كذا رؤوس أصلا ماخذتها الحالة، زي هذا الشكل السادة، علشان أستخدمه مثلا إذا حبيت أحط على نفس حبيبات الشمع بعد ما أذوبها مثلا ملصق، وأستخدم هذا السادة وأضغط عليه فيعطيني بس شكل الملصق، يعني بدون تأثير أشكال. وغير هذه الرؤوس الحديدية في أشكال ثانية من رؤوس الشمع تكون على شكل بلاستيك، نفس هذه اللي معايا تكون بلاستيك، وتكون تجيكم بأشكال مختلفة، ما أدري إذا في منها ألوان، بس أنا شفت بس هذا اللون البينك، وتجي بأشكال، ونفس ما قلت لكم تكون ملمسها بلاستيك. جودتها للأمانة ما تختلف عن الحديد، بس حسيت إني أنا فضلت البينك. على العموم أنا راح أجربهم الاثنين معاكم بالفيديو، وأنتم ممكن تحكمون بنفسكم إيش ممكن تفضلون إنكم تأخذون إذا حبيتوا. بكذا أكون استعرضت معاكم كل الأشياء اللي ممكن نحتاجها عشان نسوي أختام شمع، فخلونا نبدأ مع بعض وتشوفون معايا الطريقة خطوة بخطوة. اللي متابعيني من زمان يمكن يتذكرون إني أنا سويت من قبل فيديو، بس وقتها كنت ما أطلع صوتي، كان الفيديو كله كتابة، وكانت أول تجربة لي باستخدام أختام الشمع، فكانت تجربة مرة حلوة، بس أحس الحين إني تعلمت أكثر، فحبيت إني أشارككم هالتجربة للمرة الثانية، بس هالمرة تكون بصوتي. فأول شيء تعلمته من التجربة الأولى إنه لازم أختار من حبيبات الشمع 5 أو 6 بالكثير، يعني أقل من 5 ما حينفع، لأنه ما حتزبط مع الختم أو مع الطوابع.
وترى حجم الحبيبات له دور، يعني مثلا هذا النوع حجمه صغير فأنا اضطريت إني أخليه 6. أما الأحجام الثانية مثلا زي هذا الحجم لا كبير، ممكن نستخدم بس 5 مو شرط 6. بس أنا هنا غلطت، اخترت بس 4، بس بعدين عدلت عليه لما اكتشفت إنه الكمية قليلة، راح تشوفون معايا بالفيديو. وهذا النوع كمان حجمه صغير فاخترت بس 5 من هذه المجموعة. تعرفون بنات صراحة تجربة أختام الشمع يعني كنت مرة مستمتعة فيها وأنا أسويها لكم، لما أختار الألوان ولما أستنى الشمع يذوب، جد استمتعت بكل لحظة، فأتمنى أنكم تستمتعون معايا بالفيديو. هنا كنت أستنى الشمع يذوب، ولاحظت أنه التسخين بالآلة شوية أبطأ من التسخين بالشمع، بس التسخين بالآلة أحلى وأفضل. ليش؟ لأنه ما يحرق لي الشمع ويطلع لي دخان كثير. كمان لاحظت إنه الشمع باللون العنابي أقل فزدته، وعشان ما تقولون تحديثي قديم ومين باقي يقول عنابي، خلاص اللون البرغندي. الحين خليني أرجع كل شيء مكانه ونبدأ نختار شكل الطوابع اللي نبغاها. بختار كذا شكل معاكم، يعني الشكل البيضاوي هذا وكمان شكل دائري علشان ننوع معاكم بالفيديو. حبيت اختار شكل الوردة هذه لأنها ذكرتني بشكل ورود الكرز اليابانية. كذا أكون اخترت معاكم كذا شكل من النوع الحديد، كمان بنختار من الشكل البلاستيك. أكثر شكل أحبه بهذه المجموعة هو هذا الشكل اللي يكون من جوا شكل قطة. جربته كذا مرة بكذا لون، كان مرة حلو. دحين بنغير الرؤوس وبنركب الرؤوس اللي نحن اخترناها. طبعا تفكيك وتركيب الرؤوس مرة سهل، بس إننا نحن نلفه ونغير الرؤوس، يعني مرة مو متعب. إذا أنتم من النوع اللي ما عندكم صبر زيي، أحس حلو يكون عندكم كذا واحدة من هذه، وكمان حتى من سخان الشمع وحتى الملاعق. أحس حلو لما يكون عندكم مثلا 2 3 علشان أصلا يكون الموضوع لكم أسهل وأسرع، بدل ما تستنون وقت طويل إنه يذوب الشمع. لا خلاص تحطونه على سخانين وتستخدمون وتسوون أختام بشكل أكثر وأسرع. يعني أنا قاعدة أتخيل إنه ما عندي، كنت راح أطفش وما أصور الفيديو من كثر ما أنا واقفة وبالحر علشان ما يطلع صوت المكيف. ما علينا، استخدمت أداة تحريك الشمع عشان أذوبه وأتأكد إنه ذاب بشكل أحسن، وكمان عشان ما يتكتل معايا ويطلع لي بالشكل المطلوب. بنات إذا تحبون هالنوع من الفيديوهات لا تنسون تتركوا لي كومنت، ولا تنسون تسووا لي لايك على الفيديو، واقترحوا لي كمان أشياء ممكن أسويها باليوتيوب بس تكون من ضمن محتواي. معلش كثرت عليكم طلبات، بس أعرف إننا نحن نمون على بعض. هنا صبيت الشمع على قاعدة السيليكون وحاولت أخذ شكل الدائرة اللي ممكن أسوي فيها الختم. وعشان أستغل الوقت شلت الملعقة الأولى وحطيتها على جنب، واستخدمت الملعقة الثانية اللي فيها الشمع. حبيت أختار شكل الوردة للون الشمع البينك. لما تجون تضغطون على الشمع حاولوا أنكم تكونون في الوسط بالضبط. أنا هنا ما ضغطت في الوسط فما أخذ الشكل كامل، بس عادي يعني مرات الشكل لما ما يكون منتظم أو ما يكون مثالي يكون برضو جميل. بس أنتوا حاولوا تكونون في الوسط عشان إيش تأخذون شكل الطابع نفسه من الوسط، ما يعني يكون مقسوم. أما الشكل العنابي أنا حطيته هنا مو علشان ياخذ الشكل المربع، لا، عشان أنا أبغى مساحة إنه أجرب فيها الطابع. حبيت أختار له الشكل القطة لأني أنا حابة أجربه مع تأثير اللمعة الذهبية. هنا أحس كنت شوية لطيفة مع الشمع فما ضغطت زيادة، بس ممكن أنتوا تضغطوا تكة زيادة، بس برضو حتى لو كان كذا المستوى عادي يعني، بس أحس لو ضغطتوا زيادة كان ممكن يكون أحسن. وعشان استغل الوقت وما أمسح نفس الملعقة اخترت اللون الأسود لأنه ما حيتأثر مع العنابي، فاخترته وخليته يسخن على جنب. وبهذا الوقت حاولت أطلع معاكم شكل الشمعة، وكانت ترى دافية، يعني يمكن لو استنيت شوية أكثر كانت ما راح تكون دافية، بس عادي المهم إنها أخذت شكل الطابع. انتم إذا جيتم تستخدمونها استنوا عليها لين تبرد تماما عشان ياخذ معاكم الشكل. كذا أخذ الشكل أهم شيء معايا. طبعا راح يبان أكثر إذا استخدمت اللمعة. دحين شوفوا معايا نتيجة الوردة، تجنن مرة حبيتها، وزي ما قلت لكم لما نضيف عليها اللمعة حتطلع أحلى. إذا جيت تشيلها من السيليكون تطلع بشكل سهل ما تلصق. أختام الشمع دائما تحلي صفحات الجورنال، وصرت هالفترة أحب وأستمتع أني أستخدمها في الجورنال وفي صفحات الجورنال.
حتى للرسائل، يعني إذا أنتم حبيتم تقفلون الرسالة بختم الشمع بتطلع كثير حلوة. أكيد أنكم شفتوا فيديوهات كثيرة عنها. هنا تأكدت من تذويب حبيبات الشمع المجموعة الثانية اللي بنختم فيها، وبجرب معاكم الشكل البيضاوي. قبل أسوي الفيديو شفت فيديوهات كثيرة عالم تستخدم ختم الشمع، وانبهرت بكمية الدقة والتكنيك. يعني أنا قاعدة استخدمه بالطريقة الأسهل حاليا. هم طلعوا يستخدموه بشكل فظيع. يعني لما تفرجت شفت إنه موضوع ختم الشمع هذا عالم ثاني. يعني يستخدمون من لونين شمع بختم واحد. يعني ما أدري كيف أشرح لكم، بس شيء جميل جميل جميل. إن شاء الله مع الوقت بحاول أتعلم التكنيك حقهم، لأنه فعلا أسرني. ما علينا. نوع الرؤوس البيضاوية صراحة أول مرة أجربه معاكم اليوم بالفيديو هذا. حسيت إني ما تمكنت كثير من الموضوع، بس عادي. في ناس يستخدمونه للأمانة بهذا الشكل إنه غير منتظم، يعني يخلون جزء الدائرة هذا، وفي ناس لا يقصون الجزء الدائرة ويخلون بس الشكل اللي هو هذا اللي كأنه مستطيل. فكل أحد وحسب إيش يحب وكيف رغبته إنه يشوف شكل الشمع. أما الشكل اللي باللون الأسود أنا ضغطت كفاية عشان ياخذ تأثير الدائرة، وطلع معي بشكل حلو، وكمان طلعته بشكل سريع وحبيت التأثير اللي أخذه. يعني الشكل كان حلو. لسه كمان بس أضيف عليه اللمعة راح يطلع أحلى. راح نجرب كمان ختم جديد. هنا حبيت إني أمكس بالألوان واخترت كذا لون علشان أشوف كيف راح يعطيني تأثير لما أستخدم كذا لون مع بعض. من هذه المجموعة اخترت اللون الأبيض اللي يكون بلمعة، لأنه فيه بلمعة وفيه بدون لمعة. هذا اللي أنا اخترتها بلمعة. حبيت اختار شكل الجرعة هذه الميكس الألوان. وعلى بال ما أجهز معاكم المجموعة الثانية للختم، تعرفون بنات أنا لما كنت أبحث عن معلومات عن ختم الشمع ومن من متى بديوا فيه، عرفت إنه هم كانوا بادين فيه من زمان، بس ما كانوا يستخدمونه لشيء غير ختم في الرسائل والأظرف. ما كانوا يستخدمونه بشيء ثاني. لكن حاليا مع مع تطور الوقت صاروا يستخدمونه بالبوكسات وتغليف البوكسات، يعني يضيفون تفاصيل فيها. أحلى شيء إنه الوضع حاليا صرنا نستخدمه بالجورنال وصفحات الجورنال، وفعلا بعض الصفحات أحسها تكون أجمل لما نضيف عليها ختم الشمع. عشان كذا فكرت إنه بعد فترة راح أسوي مجموعة أختام من كل الرؤوس اللي عندي، علشان أو أي وقت أنا حابة أني أزين الصفحة فيها راح تكون عندي مجموعة بأشكال وألوان مختلفة. بكذا أكون وفرت على نفسي وقت وجهد، علشان كمان ما أتكاسل أني ما أستخدمها. نرجع نشوف حالة شمعنا الميكس. ألوانه طلعت تجنن، مرة حبيت الألوان. ما حبيت أخلطه كثير علشان ما تروح الألوان. ملعقة الشمع هذه صراحة كانت مرة قليلة حسيت، بس إنه ما حبيت أرجع أزيدها لأنه خلاص نزلته. شايفين كيف ينشال بسهولة من السيليكون؟ مرة حلو. في نوعية رخام أحس إنه السيليكون أفضل منها. دحين راح نشوف نتيجة ختم الجرعة. حلو، مو واضح، بس إنه راح لما نستخدم عليه لمعة راح يوضح أكثر. وهنا نتيجة البجعات الكيوت. مرة حبيت هذا الشكل. راح أجهز معاكم صفحة الجورنال اللي راح نستخدم فيها ختم الشمع. راح نستخدم طريقتين. بهذه الصفحة راح أستخدمها بطريقة إني أسكب الشمع على طول على الصفحة وأحط الختم. وعلى بال ما ينشف راح نطفي الشمعة، وكمان راح أبدأ ألون الأختام.
قبل لا نلون الأختام راح أوريكم كيف بعضهم يستخدم هذا النوع من الشمع، يقصون الأطراف ويستخدمون نفس الشكل. بس أنا عن نفسي أحس إني فضلت إنه أستخدمه بالإطارات الزائدة اللي شكل دائرة أكثر من إنه أستخدمه بهذه الطريقة، بس طبعا الكل ذوقه وكيف يحب يشوف الشكل. بتزيين الأختام راح أجرب معاكم الطريقتين، طريقة اللمعة وطريقة إننا نحن نستخدم الأقلام. حبيت إني أضيف اللون الذهبي على هذا الختم وطلع زي ما توقعت وأكثر، مرة حلو وأعطى لمسة جميلة على الختم. وعلى الختم الأسود حبيت إني أجرب اللون الفضي وبرضو برز جمال الختم. أما القلم الذهبي فحبيت إني أستخدمه مع أغلب الأختام. عندي كمان ألوان من هذا النوع من الأقلام، بس صراحة ما خطر على بالي وقتها إني أجربه، فعشان كذا جربت أغلب الأشياء باللون الذهبي. هنا حبيت إني أضفت اللون الذهبي على الوردة، طلعت مرة حلوة. وحتى الذهبي مع البجعات كمان حبيته. عادي أنا مغرمة بنفسي، أحب كل شيء أنا أسويه. لا تنسون تقولوا لي أنتم إيش أكثر ختم حبيتوه. شفتم كيف إضافة تفاصيل بسيطة تفرق مع الختم؟ خلوني أوريكم نتيجة الختم على الصفحة مباشرة كيف تكون. شوفوا معايا كيف مرة حلوة، لكن مو كثير واضحة التفاصيل، عشان كذا أحب أحط اللون الذهبي. كذا أحس صارت مرة أجمل. الصفحة الثانية اللي راح نسوي فيها ختم بطريقة مختلفة هي صفحة الثيم الفيكتوري. اللي راح أسويه هنا إني ما راح أستخدم الختم على طول إني أسكبه في الصفحة، راح أستخدم اللاصق اللي يكون بوجهين عشان أثبته على الصفحة، وهذا الشكل الدائري أصلا مخصص لأختام الشمع. الحلو بهذه الطريقة إنه نقدر نسوي كمية كبيرة ونلصقها بالصفحة بأي وقت نحن نحب، وكمان تظل ثابتة بالصفحة يعني ما تنزل زي ما أنتم شايفين. وهذه كانت نتيجة الصفحات بالأختام. أتمنى يكون فيديو اليوم أعجبكم، وشكرا على دعمكم، شكرا كثير على دعمكم وتحفيزكم لي، وأنا مرة مبسوطة إنه القناة وصلت ل6000 وأنتم معايا بهذه الرحلة. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك والكومنت، دعمكم يساعد اليوتيوب إنه يقترح قناتي لأكبر عدد من محبين الجورنال والتدوين. شكرا لكم على المشاهدة، وأشوفكم الفيديو الجاي. دمتم بحب.